المسلمون في أسواقهم، أسواق السيارات، أسواق الخضر والفواكه، أسواق المواشي، أسواق الحبوب، أسواق الأموال. المسلمون في أسواقهم كيف هم؟ كيف يتعاملون في أسواقهم، في بيعهم، في شرائهم، في أماناتهم، في ودائعهم، في أخذهم، في تركهم؟ كيف؟ والله خير. في أسواقهم لا علاقة لهم بشرع الله إلا من رحم الله. بحال زريبة فيها 100 من الإبل، 100 من الإبل، في هذه المياه لا تكاد تجد راحلة واحدة تصلح للسفر. 100 زريبة يعني إبل، كي تبدا تخيل في المياه ما تلقاش وحده تصلح. كذلك هي أسواقنا اليوم. الأسباب علاش ما نزلش الغيث كثيرة، لكن من أعظمها ما تراه وتسمعه وتشاهده في أسواق المسلمين. ربي راه لطف بنا. ففي أسواقهم يسبون الله. شفت الماشية ماتت والزرع خرج من الأرض، كيفاش يديروا؟ يكتسب في ربي. حين تسب الله تتاجر، في السوق تسب الله، وفي السوق اللعنة يلعنون بعضهم بعضا، وفي السوق الغش والغرر والتدليس والجهالة وتلقي الركبان وبيع الحاضر لبان وكلها بيوع باطلة. في السوق الأيمان الغموس، الأيمان الغموس يحلف بالكذب. وفي السوق يطلق مرته، يقول والله راهي مرتي طالق باللي اشتريتها بكذا وما اشتراها بكذا، ونقول له هذه أصلية. صحاب قطع الغيار، قطع الغيار تاع السيارات، صحاب الهواتف اللي يجيبوا في الطياره يقول له هذه اقسم بالله 60 حيث غير اصليه، ما عندها حتى علاقه بالاصليه. نقول له هذا مش مستعمل، هذا في العلبه انا كي خفت الجمارك نحيدوا العلبه ودرتو في جيبي، هو مستعمل. المهم واش فقط يحلفون بالله كذبا في أسواق